تثيرها وتعرضها على الرئيس، والرئيس في بعض الحالات بدا لم يسمع بها رغم كارثيتها. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. الحكاية بتاعت الشاب الصغير، الفتى الصغير اللي اتقبض عليه وقعد أكتر من سنتين. انت سمعتها ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ تجاوزوا القانون، قانون الحبس الاحتياطي، لأنه حتى ما راحش محكمة، ده حبس احتياطي بيتجدد أكتر من سنتين. سقف القانوني سنتين، قعد سنتين وحاجة و50 يوم. الحكومة حكومة كافرة فاسقة وداعرة. ده كان نموذج. الرئيس سمع القصة بتاعته المحزنة المأساوية التي تشير إلى خطايا، مش أخطاء، خطايا قاتلة جرت في الفترة الماضية. بدا الرئيس أنه لم يسمع بهذا، بل قال هكذا عندما تحدث الأديب الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد بانفعال أمام الرئيس حول هذا الموضوع كنموذج لما يجري. حاجة يا جدع مش منه أي حاجة. لا ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا، ولا رحت فين انت، ولا ايه اللي وداك؟ المجتمع ده مليء ثري جدا بنخبته المحترمة، لكنها غطسة تحت السطح. فوق السطح بقى المطبلاتية والمزمراتية والبتاع اللي هم يودوا في داهية الدولة والمجتمع والحكم. يعني مش خايف من الحكومة؟ أنا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل.